دخلت عليا وقالت كلمتين بساط بس وراهم عمر كامل من الوجع. قالت لي انا بخاف الناس تسيبني، ولما سألتها طيب بتعملي ايه عشان ما يسيبوكيش، بصت في الارض وقالت بعمل اي حاجة. احيانا الانسان ما بيكونش بيدور على الحب، هو بيكون بس بيحاول ينجو من احساسه بالوحدة. في العيادات النفسية بنشوف ناس كتير جدا مشكلتهم الحقيقية مش الحب، مشكلتهم هي الخوف من عدم الحب. البنت دي هنسميها سارة. سارة في أوائل العشرينات، ذكية على قدر عالي من الحسن، قلبها طيب بشكل مؤذي لنفسها. كانت بتدخل علاقات بسرعة، تتعلق بسرعة، تسامح بسرعة، تنكسر أسرع. كل مرة تقول المرة دي أكيد هيحبني بجد، بس كل علاقة كانت بتنتهي بنفس الطريقة: تنازلات، تعلق، خوف، لهفة، وبعدين انهيار. المشكلة إن سارة في البداية كانت بتحكي لي وهي بتحكي لي عن خيانة وكأنها موقف عادي، عن إهانة وكأنها تستحقها، عن تجاهل وكأنه طبيعي. وده بيكون من أخطر الحاجات اللي احنا بنشوفها لما الإنسان يتعود على الألم لدرجة إن هو ما يبقاش شايف إن هو مؤذي. أنا فاكر يوميها قالت لي جملة وجعتني أنا شخصيا. أنا كنت ببعت له وبعتذر حتى وأنا مش غلطانة، كنت حاسة إني لو ما اعتذرتش هيمشي وهيسيبني، كنت مستعدية أعمل أي حاجة بس ما يتحولش لشخص بارد معايا. تخيل قد إيه الخوف من الهجر ممكن يوصل الإنسان إنه يدوس على نفسه ويقبل حاجات تؤذيه نفسيا وإنسانيا. مقابل إيه؟ مقابل شعور مؤقت بالأمان. مع الوقت الصورة وضحت لسارة. سارة طول عمرها كانت بتحاول تستحق الحب مش تعيشه. كبرت وهي حاسة إنها لازم تعمل مجهود خرافي عشان تتحب، لازم تراضي، لازم تسكت، لازم تتحمل، تكون متاحة طول الوقت، لأن جواها طفلة مرعوبة من الرفض. وفي علم النفس اللي بتعاني منه سارة اسمه جرح التعلق. الجرح ده بيخلي الإنسان يحس إن فقدان الشخص اللي معاه معناه فقدان الأمان وفقدان قيمته، وأحيانا فقدان الحياة نفسها وطعمها. عشان كده بيبالغ في التضحية وبيتعلق بالفتات وبيعيش مرعوب، يراقب ردود أفعال اللي قدامه، بيسأل نفسه هو ممكن يبعد. وعشان نكسر الدايرة دي الوصايا النفسية اللي لازم نخرج بيها من حكاية سارة. أولا، رسالة لسارة ولكل بنت مرهقة من الجري ورا القبول. الإنسان اللي بيخليكي تخافي طول الوقت من إنك تفقديه عمره ما هيكون مكان آمن. الحب الصحي ما بيخليكيش مرعوبة وما بيطلبش منك تتنازلي عن نفسك عشان تفضلي موجودة. انت محتاجة تتعلمي تحبي نفسك قبل ما تقنعي نفسك ان اي حد يبقى بيبصلك يبقى بيحبك. الوحدة احيانا بتخلينا نخلط ما بين الاهتمام وما بين الحب، بين التعلق والاحتواء، بين الخوف والاحتياج الحقيقي. الرسالة التانية رسالة للمجتمع وللأهل المحيطين بسارة. احنا محتاجين نفهم ان الناس اللي بتتعلق بسرعة مش ناس ضعيفة أو ناس مستهترة. الناس دي داخلة العلاقات كأنها بتطلب النجدة. دول ناس ما تعلموش في طفولتهم يعني إيه حب آمن، يعني إيه احتواء من غير خوف، لأنهم دايما كانوا بيستقبلوا النقد والرفض أو الحب المشروط. بلاش نحكم عليهم، احنا محتاجين نستوعبهم. لو حكاية سارة لمست وجع جواكي أو فكرتك بحد غالي عليكي، احفظي الفيديو عشان ترجعي له كل ما تحسي إنك هتيجي على نفسك، وابعتيه لصاحبتك اللي بتدي من غير حساب عشان تفكريها بقيمتها. واعملي متابعة وفعلي الإشعارات دلوقتي عشان ما تفوتكيش ولا حلقة من مساحتنا الآمنة خلف الابتسامة. سلام.